يلا افتح العلم، افتح العلم. مبروك الفوز كابتن. الحمد لله والشكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والشكر، الشباب ما قصروا انه قدموا مباراة كبيرة. الفريق البحريني كان ند قوي، لعب على ارضه وجمهوره، حضور جماهيري عالي، ضغط كبير كان على اللاعبين، ولكن الحمد لله اللاعبين كانوا جديرين بالمسؤولية، واستطاعوا انه يمتصون زخم الجمهور وضغط الاعلامي والجمهور والمنافس كان منافس عنيد، وقدرنا نوصل المباراة إلى كنا متفوقين للشوط الثاني، وبعدين سجل علينا التعادل المنتخب البحريني. قدرنا نحسم المباراة بعد من خلال الضربات الترجيحية. مبروك لكل لاعبين اللي نفذ ضربات الترجيح، مبروك لنور صبري اللي قدم مستوى يليق بأسود الرافدين. نبارك له وشد على أزره وشد على أزر زملائه، وهذه رسالة فرح ومحبة لشعبنا. نتمنى دائما تتكرر، وإن شاء الله النهائي ان شاء الله الله كريم الحمد لله، وان شاء الله الكاس في بغداد ان شاء الله. ان شاء الله بوجودكم. الله يبارك فيك حبيبي، شكرا. طبعا مبروك. اول شيء الحمد لله والشكر، هذا الفوز هديه لك عهودي، وهدي للقناه العراقي، وهدي للشعب العراقي، وهدي للكادر التدريبي وللكادر الفني وللاتحاد العراقي وللشعب العراقي ولامي ولابوي. هذا هديه الفوز. الحمد لله. شو تحب تقول للاعبين زملائك اللي حققوا هذا الفوز؟ اول شيء الحمد لله والشكر، ما قصروا، كنا روح وحده ونفسيه وحده ونازلين للملعب من اجل الفوز، والحمد لله والشكر. الله وفقنا، وان شاء الله مباراه النهائيه الله يوفقنا بعد اكثر واكثر، وان شاء الله نرجع بالكاس لبغداد ان شاء الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله حبيب قلبي. ليش ما شفت السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك عهود حبيب؟ مبروك. مبروك لك الفوز. اول شيء مبروك، بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للشعب العراقي. قدمنا مباراه ترضي الكادر التدريبي وترضي جميع الشعب العراقي، الحمد لله والشكر رب العالمين، وفقنا بهاي المباراه. القادم ليس بالصعب على الفريق العراقي، مثل ما تعرف فريق الاماراتي فريق جيد. هارد لك الفرق اللي خسرت فريق البحريني والفريق الكويتي، وان شاء الله سوف نقدم مباراه تليق بالكره العراقيه وجودكم بالتاكيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا حبيبي. ابو زينب. السلام عليكم. مبروك كابتن. حياك الله، يبارك فيك. فرحتوا الشعب، فرحتوا كل العراقيين، فرحتوا كل من يشاهد هذه المباراه. كابتن اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. اليوم الفريق ادى بصوره طيبه. اعتقد المباراه كانت صعبه على الفريقين، تعرف البحرين بين ارضهم وبين جمهورهم كانت صعبه علينا، بس الحمد لله والشكر تغلبنا على كل المعوقات اللي كانت في المباراه. شيء اكيد احنا الاهم هو اللي تاهلنا لمباراه النهايه، بس المباراه النهايه راح تكون مباراه صعبه. منتخب الامارات منتخب كبير، واهم شيء في هذه البطوله دام احنا واعدين شعبنا ان شاء الله نفرحهم، وان شاء الله بالمباراه النهائيه ان شاء الله نقول لهم ان شاء الله كاس الخليج 21 ان شاء الله. اتمنى يكون العراق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا كابتن ذهب. كابتن باسل. السلام عليكم. عليكم السلام. مبروك هذا الجهود، مبروك هذا الفوز، مبروك فرحتوا الشعب العراقي اللي ينتظر كان هذا الفرحه من عندكم. الحمد لله والشكر، مبروك للشعب العراقي هذا الفوز. ان شاء الله نتممها في اليوم بالمباراه النهائيه، ونقدر نحمل الكاس ونجيبها لبغداد ربي. وجودكم بالتاكيد ان شاء الله، وما قصرتوا انتم والاعلاميين كلهم والفضائيات كلها مشكورين على هذا الدعم اللي بلا حدود كان. مشكور، الله يخليكم. مبروك عليك كابتن نور صبري. حبيبي مبروك لكم، يعني اولا مبروك اللي المفرح بعد المباراه، صحفيين عراقيين، الاتحاد العراقي، رئيس الاتحاد العراقي كان هو اكثر واحد محتفل اكثر من اللاعبين. هذا يدلل على يعني تلاحم الفريق العراقي، هذا هو المهم. لذلك مبروك لكم، مبروك للعراقيين اللي هي طلبه الاحتفال بهدوء. رجاء الاحتفال بهدوء. اعرف العراقيين الان محتاجين هاي الفرحه، لكن بالتالي نقول لهم شوي بعد عندنا مباراه ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. كابتن نور شكرا. السلام عليكم. مبروك للشعب العراقي وعليكم ان شاء الله، وننال الكاس نرجع لبغداد ان شاء الله. سلام. مبروك للشعب العراقي ان شاء الله، ان شاء الله نرجع للكاس الى بغداد ان شاء الله. وجودكم ان شاء الله بوجود كل الخيرين والطيبين ان شاء الله.
كابتن مبروك. مبروك الفوز لمنتخب العراق. هذا شو اسمه؟ مبروك الفوز للمنتخب العراقي وجهود جبارة من قبلك استاذ عاد ومن قبل المصور، ومبروكين ونهني العراقيين الرياضيين بنقل الحدث، ومبروك العراق مرة ثانية وإن شاء الله على الختام. وجودكم الخير. لا شكرا ان شاء الله. كابتن سلام مبروك. حبيبي الله يبارك ان شاء الله فيك. الاصابه وصلت. الحمد لله وشكر، سهله كلها تهون لسبيل الفوز. وانتم كل شيء هون. الحمد لله وشكر. اليوم الحمد فرحتوا لله. الشعب العراقي وفرحتوا كل من هم الكره العراقيه، ايش تحب تقول للاعب، ايش تحب تقول للشارع العراقي الرياضي؟ انا اقول مبروك مبروك بالخصوص زف الاهلي، لوالدتي والوالدي ولزوجتي وكافه الاهل، ومبروك مبروك الجمهور العراقي، مبروك للشعب العراقي ككل. هذه الفرحه الحمد لله وشكر احنا قدرنا نرسم هاي الابتسامه على وجوه الطفل والشايب والكبير والصغير. الحمد لله والشكر، يعني ان شاء الله نكمل المشوار للنهائي وللكاس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا حبيبي، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك الفوز. مبروك لكل ابناء الشعب العراقي من اقصى شماله الى اقصى جنوبه. فرحه تكاد لا توصف، يعني لو تشوف الناس بالمقصوره شلون يبكون من الفرح. كنا طبعا بدون استثناء من رئيس الاتحاد الى اصغر اداري بالوفد. الحمد لله الله وفقنا ببركه دعاء العراقيين. عمار مبروك. حبيبي كابتن عهد، الف مبروك للشعب العراقي وللاتحاد العراقي وللكادر التدريبي وللاعبين اللي بذلوا مجهود رائع. ومثل ما البارحه تكلمنا وقلنا ان شاء الله فوز، قلت له حضور جماهيري، قلت لك لاعبينا يجتازون هذا الشيء. الف مبروك وان شاء الله الافراح جايه للنهايه والله يوفقك ودموعك الغاليه الحلوه. عيني كابتن عهد الورد، الله يخليك، يسلمك سلم راسك. كابتن سردار مبروك. الله يبارك بيك، مبروك لك ومبروك للشعب العراقي من الشمال للجنوب. الحمد لله والشكر على هذا الفوز، يعني بعد عناء طويل أكثر من 25 سنة. الحمد لله والشكر. إن شاء الله الله يوفقنا أن نسعد الشعب العراقي دائما، وإن شاء الله إحنا راح نعد نفسنا. هذه المباراة انتهت، راح تعد نفسنا إعداد بشكل جيد، ولو اللاعبين مرهقين جدا. تعرف أنه أكثر من 120 دقيقة جروا في المباراة. إن شاء الله إذا الله وفقنا نحاول نحقق النتيجة المرجوة اللي تسعد الشعب العراقي اللي انتظروه أكثر من 25 سنة. إن شاء الله إن شاء الله. مبروك لك. الله يبارك فيك، شكرا. السلام عليكم. شنو مباشر هذا؟ رئيس الاتحاد مباشر؟ كرة القدم. مبروك الفوز. مبارك عليك وعلى كل العراقيين، ويا ربي ان شاء الله هاي دموعك اللي دموع الكل ودموعك خاصة اللي انت ذرفتها هاي ان شاء الله ان شاء الله العراق يستاهلها والشعب يستاهلها وناسنا هناك ببغداد يستاهلوها، بكل العراق يستاهلوها. اليوم حقيقة كانت المشاعر هي ليست مشاعر أفراد، كل الموجودين هنا سواء الوفد القادم من الاتحاد العراقي أو الوفد القادم من وزارة الشباب، كل الوفد مهما كانت العناوين الآن حقيقة تحملوا كل مشاعر العراقيين، ذرفوا دموع كبيرة لأنه يشعرون وكأنه هذا الانتصار أو هذا الفوز سيكون هناك بلسما لكثير من الجراح الموجودة في العراق، بغض النظر عن الانتماءات وبغض النظر عن الطوائف والقوميات وما شابه. هذا هدية للعراقيين ككل. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلوا هذه الهدية وأن يردوا الدين لهذه الهدية من خلال التوحد والتكاتف، وأن يكون هناك قاسم مشترك كبير للعراقيين هو العراق. تذوب تحت هذا القاسم المشترك كل التناحرات وكل المنافع الشخصية أو الحزبية أو ما شابه. هذا هو العراق. مثل ما يجمعنا فريق كرة قدم واحد، نتمنى أن يجمعنا هناك في العراق رأي واحد واتجاه واحد، وأن يكون العراق هو الأول وهو الأخير، وأن تكون مصلحة الشعب العراقي فوق كل مصلحة، لأننا شعب يستحق أن يعيش، يستحق أن يحيا، شعب يحب الحياة، شعب يحب الحضارة، هو أبو الحضارة. فلذلك هذه أمانة في رقاب كل السياسيين العراقيين أنه لا تخذلوا شعبكم، لا تتناحروا، ونحن ندفع الثمن. عليكم أن تتوحدوا لأن العراق بحاجة إليكم. أنتم كلكم عناوين كبيرة، كلكم هاجسكم خدمة العراق، كلكم ناضلتوا من أجل العراق، ومن يناضل ويدفع أثمان كبيرة جدا عليه أن يتناسى الصغائر، عليه أن يتناسى كل شيء لأجل مصلحة العراق. شكرا لك أستاذ. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يخليك.
ليش مو اثنينكم سوا فضوني؟ هو لايف. السلام عليكم كابتن. هلا حبيبي. كابتن، من ضمن جدول اعمالك انجازاتك ان تكون هذه المرحله في كاس الخليج بصوره عامه، حدثني على هذا الفوز، حدثني على هذا كاس الخليج تحديدا 21. مبروك للشعب العراقي، مبروك الكل عراقي شريف، مبروك للمتظاهرين في الرمادي وفي الموصل وفي النجف وفي كل مكان، مبروك للحكومه، مبروك لكلهم الكل العراقيين، مبروك الاربيل، مبروك للمسيحيين، مبروك لكل الطوائف، مبروك لاهل البصره، لاهل العماره، كلهم كلهم مبروك لهم، مبروك لشعبنا، مبروك لهذا الرجال، مبروك لهذا الرجال اللي اعتقد حط ثقته بيونس محمود، وان شاء الله ما خيب ثقته بي واكون قد المسؤوليه. انت ما خيب الظن حتى الاعلام؟ طبعا ذبحون الاعلام. لا الحمد لله والشكر، توفيق رب العالمين، واتمنى من رب العالمين يكمل الفرحه العراقيه ونحصل على البطوله. بوجودك تكمل الفرحه ان شاء الله، ان شاء الله بوجود الكل. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ لكم دور مهم بالمنتخب الوطني باللاعبين، مبروك. الله يخليك، مبروك لكافه الشعب العراقي على الفرحه هاي الحلوه، يعني هذا ابسط شيء واحد يقدمه لهم، يعني صارنا هواي ما فرحانين وبالاخص بكاس الخليج، فان شاء الله النهائي اخضر ويروح لبغداد ان شاء الله بوجودكم. الله يخليك، بوجود الكل. هاي المشككين سوى مبروك. هذا احد المشككين. مبروك الفوز. لا ما مسجل. مبروك الفوز. مبروك للعراق اولا، مبروك للساسه، مبروك للسيد رئيس الجمهوريه، للسيد رئيس الوزراء، للسيد رئيس مجلس النواب، لكل العراقيين الاصلاء الذين يبحثون وينقرون بالصخر من اجل عوده العراق. اليوم اللاعبين العراقيين اعطوا درس بالانضباط وبالالتزام بالرغم من كل الضغوطات، الحمد لله والشكر. عيوني مو احلى من عيونك. الشيء المهم انه الله سبحانه وتعالى وفقنا بعد 25 سنه، العراق يعود مره اخرى وبهمه المدرب المحلي واللاعبين الشباب العراقيين. اليوم التوليفه نجحت. لا اللاعبين قصدي لاعبين الشباب، مو منتخب الشباب، اللاعبين الشباب الكل. يعني يونس ترى بعد شاب، المشككين بيونس اللي يشككين بيونس، يونس ترى مو كبير، يونس اليوم كان قمه. لذلك هؤلاء اولاد العراق وباستطاعتهم ان يدافعوا عن العراق بكل الظروف الصعبه، لن نكن مستعدين بصوره صحيحه ولن نتدرب بصوره صحيحه. يعني يجب ان اقدم الشكر والعرفان لمملكه البحرين اللي هيئت لنا هذا الظرف وهيئت لنا هاي الملاعب وهيئت لنا البنى التحتيه وخلتنا نكون احد الفرق المتاهله لنا. لذلك مبروك للخليج. لم يرشح احد العراق ان يكون منافس. الان العراق بالنهائي، وان شاء الله سننزل في مطار بغداد والكاس معانا بالتاكيد بوجودك ان شاء الله، بوجود العراقيين كلكم ان شاء الله. شكرا لك كابتن. مبروك لكم. مبروك. كيفك ما تحكي؟ مبروك حجي. الله يبارك فيك. ربي يحفظكم. يعني اليوم اكسر الطوق. يلا. اي شو اسوي؟ اخاف منهم. مبروك الفوز. الله يبارك فيهم اجمعين ان شاء الله. الله يبارك. هذا يعني وحدتوا الحمد لله وشكر، وحدتوا كل الشعب العراقي اليوم يحتفل بهذا الفوز. الحمد لله. طبعا هو اللي تفضلت به هو اهم شيء العراق، اهم شيء ان يفرح كل واحد بالعراق. فرحتهم لا يعادلها شيء، لا كاس ولا كاس العالم ولا كاس الخليج ولا اي شيء. عندما يتصل بنا ابنائنا واهلنا نشعر بانه احنا قد حققنا شيء، على الاقل كنا عند حسن ظن العراقيين، وهذا هو اكبر جائزه. فنقول لهم مبروك، واعذونا عن كل تقصير، ونتمنى على الله سبحانه وتعالى انه يوم الجمعه نفرحكم مره اخرى. بدموع اللاعبين، بدموعكم انتم، هذا شيء ثمين تقدموه للعراق. لا بالعكس، احنا يعني اللي قدمناه هو جزء يعني لا يمكن ان نحس تجاه قيمه العراقيين عندنا وقيمه العراق، وانتم ايضا كنتوا نعمل السند، نعمل عون ان ساندتونا في كل لحظه، فنشكركم. وهذه قناتنا قناه الكل، نتمنى لها الموفقيه ان شاء الله،
وكنتم يعني اكثر من اخوه واكثر من اللاعب، كنتم اللاعب 12 و13 و14 الى 23. رفعوا راسنا بهاية شعبكم منتظر فرحة عراق تعذب هواية رفعتوا راسنا بذيجة رفعوا راسنا بهاية هلا هلا والكاس الكاس مالتنا الكاس ويلي والكاس الكاس مالتنا الكاس تنزلوها للراية جيبوا الفوز يلا سباح واسم الملعب سباية خلوها تطخ الغيم لا تنزلوها للراية عراقي احسن الناس يبقى تاج على الراس وحق الاسم عباس نبجيهم عراقي احسن الناس يبقى فوق على الراس وحق الاسم عباس نبجيهم نفس كرة خطيرة على القائم الثاني الراس والهدف الهدف في العراق الاول الله منصورة يا بغداد هذا الله احنا وعليكم عاد انتو سباح ندريكم جواكم القاعد خاف ما حد ما يلاويكم راسنا بهاي على الله احنا وعليكم نجوم الرافدين يسعدون الملايين إمكانية الخطورة عرفك يا ابو الصعبات غير الفوز ما ترجع خصمك يرجف من الخوف للملعب ذا تطلع عرفك يا ابو الصعبات غير الفوز ما ترجع خصمك يرجف من الخوف للملعب ذا تطلع هلا 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 والكاس الكاس مالتنا الكاس مالتنا اي وينك والكاس الكاس مالتنا الكاس مالتنا صنف الدنيا نقلبها مهما يكسر ويدفع الرمية قذيفة تصير والفاورة كل مدفع قذيفة تصير والفاورة
وحق الاسم عباس نبجيهم. احسن احسن الناس عراقي فوق على الراس، وحق الاسم عباس نبجيهم. رفعوا راسنا بهاية، شعبكم منتظر فرحة عراق تعذب هواية، رفعتوا راسنا بذيجة رفعوا راسنا بهاية. هلا هلا والكاس الكاس مالتنا الكاس، ويلي والكاس الكاس مالتنا الكاس. وحق الاسم عباس نبجيهم. عراقي احسن الناس يبقى فوق على الراس، وحق الاسم عباس نبجيهم. هاخو دعاء هاخو دعاء، احنا اللي اسسنا الملعب واحنا نلعب بيه. وامشي كرة خطيرة على القائم الثاني، الراس والهدف، الهدف العراق الاول. عليكم عاد انتو سباع ندريكم، جواكم القاعد خاف ما حد ما يلاويكم. على الله احنا وعليكم عاد انتو سباع ندريكم، جواكم القاعد خاف ما حد ما يلاويكم. هلا 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 والكاس الكاس مالتنا الكاس مالتنا صيح يا ستار لما تجب رجليكم. عراقي احسن الناس يبقى فوق على الراس، وحق الاسم عباس نبجيهم. العراقي احسن الناس يبقى فوق على الراس، وحق الاسم عباس نبجيهم. نجوم الرافدين يسعدون الملايين، امكانيه الخطوره جايه. عرفك يا بالصعبات غير الفوز ما ترجع، خصمك يرجف من الخوف للملعب ذا تطلع. عرفك يا بالصعبات غير الفوز ما ترجع، خصمك يرجف من الخوف للملعب ذا تطلع. هلا 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 والكاس الكاس مالتنا الكاس مالتنا. اي وينك والكاس الكاس مالتنا الكاس مالتنا.
احب اقول لهم مبروك وان احنا وياهم وعقبال الكاس ان شاء الله. ان شاء الله. صور الولد الفرحه. السلام عليكم. صور الفرحه. شو تحبين تقولي للمنتخب؟ الفرحه صورها. مبروك. هلا الله يفوز على الامارات ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو تحبين تقولي للمنتخب؟ الحمد لله والشكر على هذا الفوز ومشكورين جزيل الشكر لفريقنا اللي يعني الحلو ما شاء الله عليهم وادائهم ما شاء الله عليهم رائع وممتاز ونهنئ الشعب العراقي بفوز الفوز ويا رب ان شاء الله الكاس ان شاء الله لبغداد.